أول تعليق من رضا عبد العال بعد قرار اتحاد الكرة المصري بالسماح بمشاركة محمود كهربا في مباراة السوبر المصري في الإمارات. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك والأهلي السابق على قرارات اتحاد الكرة المصري في أزمة محمود كهربا عبر تصريحات صحفية خاصة جدا لموقع القاهرة الرياضي. قال رضا عبد العال: اللي بيحصل ده مسخرة وقلة أدب، سواء من اتحاد الكرة أو من إدارة نادي الزمالك. أقسم بالله فضيحتنا بقت بجلاجل بسببكم. اتقوا ربنا فينا يا جماعة وعيب كده. أولا كهربا غلط وكان لازم يتعاقب، وكان لازم يتوقف وما يلعبش ماتش السوبر في الإمارات. هو في لعيب كورة يقول حطه صح ويتم السماح ليه باللعب الحين الفصل والبت في القرارات؟ ده بالنسبة لمنظومة الكورة في مصر. وأضاف رضا عبد العال: ثانيا بقى، ودي الفضيحة السوداء والفضيحة الكبيرة اللي بقت بجلاجل في الإمارات. دلوقتي إدارة نادي الزمالك بلغت اللعيبة إن مفيش سفر بكرة، وأنا عندي معلومات بالكلام ده. والأنقح من كده إن إدارة الزمالك لغت الحجز بتاع الفندق اللي هتكون فيه الإقامة في الإمارات. بالذمة ده اسمه كلام؟ نادي بحجم نادي الزمالك ينسحب من بطولة عشان خاطر لعيب كورة زي كهربا؟ أنا مش قادر أستوعبها لحد دلوقتي. بس هقول لكم على مفاجأة من العيار التقيل: مرتضى منصور هيرجع في كلامه كالعادة، وهيصفر الفرقة للإمارات، والزمالك هيلعب السوبر وهيتغلب من الأهلي. مرتضى طول عمره بيهوش وبيقول أي كلام على الفاضي.